اليوم رح أحضر سبرينج رول بثلاث حشوات مختلفة، جبنة ولحمة وبيتزا. ثلاث حشوات أطيب من بعض. خلونا نشوف سوا كيف رح أحضرهم اليوم. أول شي عندي مقلاية فيها شوية زيت، بضيف عليها بصلة مقطعة ناعم مع رشة ملح وبقلبها لحتى تدبل. وبس تدبل عندي البصلة بضيف لحمة مفرومة على الناعم، أنا استخدمت لحمة عجل، وبقلبها لحتى يتغير لونها. وبس يتغير لونها منضيف الملح والفلفل الأبيض أو الأسود. وبس تستوي اللحمة منضيف كمية من البقدونس ومنقلبه بس حتى يدبل. واخر اضافة رح ضيفها لوز قليته وقطعته ناعم، بيعطيها طعم كتير طيبة، بس اذا مش متوفر فيكن تستغنوا عنه. هيك صارت حشوة اللحمة جاهزة. هلأ لحشوة البيتزا عندي جبنة موزاريلا، رح ضيف عليها زيتون اسود، فطر قطعته ناعم وقليته شوي، ملعقتين كبار من صوص البيتزا، ربع ملعقة صغيرة من الملح ورشة اورجانو، ومنقلبهم. طبعا وصفة صوص البيتزا موجودة عندي على الصفحة، او فيكن تستخدموا اي صوص انتو بتحبوه. وهيك صارت جاهزة. هلأ رح نحضر حشوة الجبنة. رح نضيف جبنة موزاريلا وجبنة قشقوان وجبنة فيتا وشوية بقدونس. هاي الوصفة كتير طيبة، بس إذا القشقوان مش متوفر فيكن تستغنوا عنه. هلأ رح لف معكن. أول شي البيتزا منحطها بالنص، منسكر الأطراف ومنلفها بهاي الطريقة، وآخر شي مندهنها بشوية مي ونشا أو طحين، وبتسكر معكم بكل سهولة. رح رف وحدة تانية من البيتزا، شايفين ولا أسهل، وما بتفتح معكم أبدا. هلأ رح نلف الجبنة. طبعا الجبنة كتير سهلة لأنه صارت متماسكة، مثل ما شايفين لفيناها ومنسكر الأطراف بنفس الطريقة. وهلأ رح نضيف اللحمة ونحطها بالنص نفس الطريقة ومنسكرها. شايفين ولا أسهل من هيك لفون. بعد ما لفيتون رح أقلي كم حبة وفرز الباقي. لازم الزيت يكون حامي والنار متوسطة. منحطهم بهاي الطريقة. بمجرد ما يحمر أول وجه لازم يضل لونه على شقار مثل ما شايفين، اللون الذهبي الفاتح، وفورا منحطهم على محارم المطبخ. هيك صاروا عندي جاهزين. رح افتحهم معكم. هاي الجبنة وهاي اللحمة بتشهي، وهاي البيتزا طبعا طعمتها روعة. بتمنى تجربوهم وتقولوا لي رأيكم، وألف صحة وعافية.